السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا بفيديو جديد وقصة جديدة. لكن قبل ما نبدأ برواية القصة صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم معنا قصة لشاب سعودي اسمه عبد الله. عبد الله هذا كان من عائلة غنية ومعروفة في السعودية. كان في واحد يسكن جنب عبد الله هذا، اسمه إسماعيل، يسكن هو وعائلته. كان مع إسماعيل هذا 3 بنات. كان معه محل فواكه جنب بيتهم، كان يقضي وقته بالمحل هذا ونفس الوقت يعيش أسرته من المحل هذا. كان إسماعيل من اليمن. المهم تعرف عبد الله على عمه إسماعيل، وكانوا يجلسون يسولفون مع بعض، وعبد الله كان دايما يشتري من عمه هذا إسماعيل، وكبرت علاقتهم مع بعض إلين مرت السنوات وإسماعيل كبر وكبرين بناته. صارت بنته الكبيرة بالغة عاقلة عمرها 18 سنة، وعبد الله صار إنسان واعي. صار عبد الله لعند أمه وقال لها إنه خلاص كبر وبده يتزوج. فرحت أمه بهذا الخبر وقالت له لا تقلق يا ابني، أنا راح أدور لك على أجمل بنت في السعودية. قال لها عبد الله لا تدوري ولا شيء، البنت موجودة، أنا أبغى أتزوج بنت عمي إسماعيل جارنا اللي من اليمن. قالت أمه إيش إسماعيل البياع؟ قال لها أيوة، ماله عمي إسماعيل البياع، رجال طيب محترم والكل بيذكره بالخير. قالت أمه لا، إسماعيل رجال عامل وما معه إلا هذاك المحل، وهو فقير وإحنا أغنياء، وهم من وين وإحنا من وين، خلينا ندور لك على بنت من مستوانا يعني تناسبنا. قال عبد الله يا أمي حرام تقولي كذا. فراح عبد الله لعند أبوه وقال له يا أبوي أنا بدي أخطب ندى بنت عمي إسماعيل. قال أبوه إيش ندى بنت عمك إسماعيل؟ ليش إن شاء الله ما لقيت إلا عمك إسماعيل تخطب منه؟ إسماعيل رجل فقير مو من مستوانا أبدا، خلينا ندور لك على بنت تكون من مستواك. قال عبد الله يا أبوي أنا أحب البنت، أنا ما دخلني بهذا المستوى. هنا راح عبد الله جمع أعمامه وعماته وخواله عشان يتوسطوا لعند أبوه، بس ما في فايدة. كان في البيت جدته، جدة عبد الله يعني، وأخته هي اللي موافقين بس يعني على ندى هذه. هنا قامت جدته قالت لابنها اللي هو أبو عبد الله، قالت له ليش تتكبروا الحين؟ خلاص ليش تكسروا قلب الولد؟ خلاص يعني يبغاها ويحبها، ليش ما توافقون؟ يعني ليش توقفون بطريقه؟ إسماعيل رجال يعمل بعرق جبينه عشان يأكل عائلته. وبعدها كنا زمان إحنا زينا زيهم، يعني كنا نأكل من الزكاة اللي يعطونهم اليمنيين، والحين حنصرنا شوية أغنياء صرنا نتكبر عليهم لأنهم فقروا وإحنا اغتنينا. حرام عليكم، لا توقفوا بطريق الشاب، هو يحب البنت ويبغاها. هنا عبد الله كان رجال يعني وشاب، شخصيته قوية وما يهمه كلام الناس. قال لجدته يلا خلينا نروح لعند عمي إسماعيل وهم يعملوا إيش ما بدهم، المهم إني كلمتهم، هذه حياتي وما حد له دخل فيها. هنا راح عبد الله واحد من أعمومه وجدته لبيت إسماعيل الشايب. فتحوا الموضوع للعم إسماعيل هذا. قال عم عبد الله إحنا جيناكم طالبين راغبين يد بنتكم ندى لابننا عبد الله، وأكيد أنت يا عم إسماعيل تعرف عبد الله ويعني وما في داعي نشرح مواصفاته، أكيد أنت تعرفه أحسن مننا. قال إسماعيل أكيد، يعني أنا مين ما يعرف عبد الله، أنا بعرفه من زمان كثير وأكثر منكم بعد، بس وين أمه وأبوه؟ قال عبد الله الصراحة يا عمي إسماعيل أمي وأبوي رافضين هذا الزواج، لهذا السبب ما إجوا معاي، بس يا عمي إسماعيل أنا بدي بنتك وهذه حياتي وما حد له دخل فيها، وإنت تعرفني من زمان. قال إسماعيل خلاص على بركة الله، ما دام كذا أنا موافق. هنا تمت الخطبة وبعد كم شهر كان العرس. فتزوج عبد الله من ندى بنت إسماعيل العامل.
أم عبد الله وأبوه ما كانوا يطيقون ندى بالمرة، بالرغم إنها كانت محترمة لهم ملبية كل طلباتهم. المهم مرت سنة على زواج عبد الله. هنا قال إسماعيل إنه بده يرجع لليمن عشان يشوف باقي أسرته يلي في اليمن 5 أشهر 6 أشهر ويرجع. فكلم مرته وبناته الثنتين ورتبوا أنفسهم، ودعوا بنتهم وسافروا لليمن. بس هذاك الوقت كان في حروب بين الدول الخليج، وإسماعيل ما كان عارف إنه الأمور راح تتعقد أكثر. هنا إسماعيل طول سنة 2 3 و4 وما عاد قدر يرجع للسعودية، وحالته ساءت أكثر. هنا استسلم للأمر الواقع وبقى باليمن، وما عاد قدر يرجع للسعودية مرة ثانية. وبنته ندى كان يروح للسوق تبعهم عشان يتصل عليها ويطمن عليها، لأنه زمان ما كان في جوالات، ما في إلا كباين في السوق. كان ينتظر لما يروح السوق ويروح الكابينة ويتصل على بنته ويطمن عليها. وبنته ندى بهذه السنوات صار معها ولد وبنت، صارت تفتقد أسرتها. كانت تكلم عبد الله إنها اشتاقت لأمها وأبوها. كان يقول لها اصبري، الوضع الحين معقد، ما راح نقدر ندخل لليمن، وحتى هم ما راح يقدرون يجون لعندنا للسعودية. الآن الحروب زادت في اليمن وأوضاعهم زي الزفت. هنا ساءت حالة العم إسماعيل وما عاد قدر يشتغل بالمحل. بس بنته ما تركته أبدا، لا هي ولا زوجها عبد الله. جلسوا كانوا يرسلون لإسماعيل يعني كل شهر شهرين يجلسوا يرسلوا له عنده فلوس عشان يقضي نفسه هو وأسرته، ما تركوه بالمرة. هنا مرت سنة إلين عمل عبد الله حادث، وكان الحادث مرة سيء. جلس بالمستشفى 5 أشهر وانتقل إلى رحمة الله، توفى عبد الله. عبد الله ترك مرته ندى وأولاده. هنا جاء الخبر هذا على ندى زي الصاعقة، لأنه خلاص راح عبد الله، راح سندها بالحياة. ما كان معها بالسعودية إلا عبد الله زوجها، ما بتعرف أحد. كان عبد الله كل عائلتها من بعد أبوها إسماعيل. عبد الله الحين تركها وراح. هنا حزنت عليه أشد الحزن، لأنه ما عاد معها أحد في السعودية، وأهل عبد الله مو طايقين لها بالمرة، وكانوا مو متحملين لها. كانوا متحملين لها كذا شوي من شان ابنهم، كانوا خايفين منه إذا تكلم عليها ولا شيء، كانوا يخافون إنه ياخذها ويستأجر لها بيت حالها ويتركهم يعني. هنا صبروا من شان ابنهم. بس الحين توفى ابنهم وصاروا يخططون إنه كيف يتخلصوا منها، كيف راح يقدرون يسفروها لليمن. إذا اتصلوا بأبوها يجي وياخذها، راح تروح وتاخذ أولادها معاها، لأنه ما يحق لهم ياخذوهم لأنهم عادهم صغار، والحضانة تكون للأم لأن عادهم صغار. بس من بعد 7 سنوات يقدرون ياخذوهم. هنا جاءت فكرة لهم يعني، وخططوا لهذه الفكرة إنهم يقولون إنهم راح يروحون لليمن عشان يزورون أحد من قرايبهم، وندى تروح معهم. هنا تجهزت ندى وراحت علشان تجهز أطفالها. قالوا لها ما رح ناخذ الأطفال لأنهم رح يتعبون بالطريق، خليهم هنا عند عماتهم وباقي الأطفال. ندى اقتنعت بكلامهم وخلت أطفالها وراحت معاهم لحالها. مشوا بالسيارة إلين وصلوا الحدود. قالوا لها انزلي هنا، وأعطوها شوية فلوس وكمان الرقم اللي كان أبوها يتصل لعندها. هنا نزلت وراحوا وتركوها بالحدود. هنا ندى عرفت إنهم خدعوها ونصبوا عليها عشان ما تاخذ أطفالها معاها. هنا مشت إلين وصلت لعند السوق، وصارت تسأل عن أبوها في السوق، وصارت تتصل للرقم، بس الرقم مغلق لأنه كان أبوها يتصل من كابينة. هنا لقت صاحب محل وسألها هذا الرجال يعني صاحب المحل. هنا ندى حكت قصتها لصاحب المحل هذا، وتجمعوا عليه الناس وسمعوا قصتها. هنا قالوا انتي من وين؟ قالت أنا من اليمن. قالوا لها طيب قريتك وين؟ إيش اسمها؟ قالت ما بعرف إلا اسم أبوي وإني من اليمن بس.
هنا أخذوا الرقم منها وكانوا يحاولون يتصلون إلين رد صاحب الكابينة وسأل الرجال هذا اللي كان معاها، سأل عن المنطقة يلي هنيك يعني اللي بيتصلون من الكابينة. وسأل كمان عن أبوها الشايب إسماعيل واسم المنطقة هي اللي هو هنيك. هنا قال لهم الرجال هذا المنطقة اسمها عدن. قال لهم إيش في ليش بتسألون؟ قالوا والله ما بالله معانا واحدة بنت بتدور على أبوها هنا باليمن. قال صاحب الكابينة خلاص ادوها لهون وبعدها راح ندور على أبوها بالمنطقة إلين ما نلاقيه. هنا تجمعوا الناس واستأجروا لها سيارة وأخذوها للمنطقة يلي قال لهم صاحب الكابينة. لما وصلوا انتظروا إلين يجي يعني المتسوقين في آخر الأسبوع. المهم ويسألون عن الشايب إسماعيل إلين جاوا المتسوقين قاموا يسألوهم عن إسماعيل هذا. قالوا أيوة نعرفوا اللي بنته متزوجة للسعودية. قالت ندى أيوة هي أنا بنته هذاك الرجال الشايب. هنا أخذوها للمنطقة يلي أبوها عايش فيها. وصلت بيتهم وشافت أبوها وهي حالة وأسرتها مشردة. جلست حضنتهم صارت تبكي على حالتها وشرحت لهم قصتها يعني عن أهل زوجها. المهم مرت يمكن 16 سنة وأطفالها كبروا والولد صار رجال والبنت زوجوها أهلها. هنا صار سالم ابن عبد الله يرحمه صار رجال واعي. كان يسأل نفسه ليش هو بالسعودية وأمه باليمن، إيش القصة. كان يروح يسأل جده وجدته كانوا يقولون له إنه بعد ما توفى أبوهم أمه رجعت لليمن وتركتهم لحالهم. يعني كانت تقول هي ما تبغاهم. قالوا كنا نقول لها تجلس عندكم وتربيكم بس هي كانت ترفض، تركتكم وراحت. وسالم تربى على هذا الخبر إنه أمه تركتهم وخلاص. بس عمتهم يعني الكبيرة اللي قاعدة في البيت كان يأنبها ضميرها لأنها كانت تحب ندى وتحب أخوها عبد الله. ليوم قامت حكت القصة كلها لابن أخوها سالم هذا، إنه أمهم تحبهم وما تركتهم إلى آخره. هنا سالم تعقد من جدته وجده، صار يجلس برا البيت ويعني ما كان يدخل إلا نادرا وكان يحكي قصته لزملائه. هنا قالوا زملائه ليش ما تروح تشوفها؟ قال وين راح ألاقيها أصلا؟ قالوا ندور عليها لبين ما نلاقيها. هنا تشجع سالم بزملائه وأخذوا سيارة صاحبه واثنين من زملائه وراحوا واتجهوا نحو اليمن. مشوا كانوا يسألون عن المنطقة يلي أمه عايشة فيها وسألوا عن الشايب إسماعيل. بهذاك الوقت كانت هذه القصة يعني منتشرة وصارت مشهورة في عدن. أول ما سالم سأل عن البنت يلي تركوها ناس بالحدود جاوبوه على طول. قالوا تعال إحنا نوريك وين القرية تبعها، هي صار لها يعني من زمان هذه القصة وانت من وين تعرفها؟ قالوا معليش ودوني للمنطقة وراح يصير خير. المهم هذيك عدن صارت مشهورة يعني قصة ندى هذه، صارت هذه القصة مشهورة مرة. المهم وصل سالم إلى المنطقة يلي عايشة أمه هناك. وصل للبيت شاف شايب جالس كذا باب الباب. صار لعم إسماعيل أعمى صار ختيار. سلم على جده هذا الولد وقام يسأل على أمه. قال الشايب أمك داخل. هنا ندى سمعت صوت ابنها وكذا يعني جاءتها رجفة في قلبها. يعني كذا كانت تركض لباب الباب. عرفت ابنها لأنه كان بيشبه أبوها الله يرحمه، وأبوه لما توفى كان بنفس عمر ابنه الحين. شافت ولدها خلاص عرفته، قامت تحضنه وكانت تبوسه خلاص. يعني كان اللقاء مؤلم جدا. وكمان زملائه بكوا يعني من كثر ما هو الموقف يبكي والله من جد. المهم الله يجمع بينهم على خير.
بس وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة. أتمنى أنكم قد استفدتم منها، ونلقاكم في قصة جديدة بإذن الله. مع السلامة.